المشكل ديال الهدم والترياب اللي كاين دابا حاليا موضوع الساعه. حنا مع الترياب، حنا مع المغرب يزيد لقدام، حنا مع اي واحد في شي بلاصه ملك عمومي ناخذوه من عنده، ولكن نعوضوه لأن كيبقى مواطن مغربي بغى هاد البلاد، حبها هز رايتها، ساهم معهم. كاين اللي كان مناضل، كاين اللي كان في الجيش، كاين اللي كان بزاف د الحوايج. فهاد الناس كلهم حنا كلنا المغاربه مع التغيير، وحنا كلنا مع بلادنا تزيد لقدام وتولي عالميا بلد من الدرجه الاولى، والحمد لله راه اللي ديجا. ولكن هذاك الهدم بعض المرات كيستغلوه تجار الازمه. كيجيك معلم الشكاره وكيمشي لديك البلاصه وكيدير فيها مشروع تجاري ديالو اللي ما كيعود على البلاد حتى بحاجه، كيعود عليه هو فواحد الحي، حتى كيصبح نازل عليه قرار ديال الهدم. ماشي مشكل نهدموه، حيت هو استراتيجيا بوزيتيف وصالح البلاد، وغيداروا فيه مشاريع مزيانه لمغربنا باش نبانوا في ابهى صوره. ولكن هاد الناس كيخصهم يسكنوا مسائل مزيانه، وكل شيء تعوضها فيها غيره على الوطن وفيها احترام للمواطن. الناس خصهم تعوضوا ديك الساعه بطبيعه الحال. ما تبقاش تشوفوا الناس كيغوتوا، الناس كيبكيو، شي خدا وشي ما خداش.